على الراديو، راديو دوجما 3.10. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. صباح الخير أحبائي. الحلقة رقم 8 من كلمة من العبكاني في أرمية 25:8. ربنا بيقول للشعب إن أنا هوديكم للسبي. يقول لذلك كذا قال رب الجنود من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي ها أنا ذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال يقول الرب وإلى نبوخذ راسر عبدي ملك بابل وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبدية. ده كلام ربنا للشعب عن السبي. بيجي في أرمية 29 الآية 10 بيحدد مدة السبي. بيعلن ربنا عن المدة بتاعت السبي، لأنه بيقول لأنه هكذا قال الرب إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. فربنا علشان الشعب ما سمعش كلامه دخلهم في مرحلة السبي. الآية بتاعت النهاردة هنلاقيها في أرمية 31، واحنا كلنا او نسبة كبيرة مننا للأسف بيقراها مش صح. أرمية 31:3 بيقول ايه؟ تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل. لغة المخاطب هنا ربنا بيتكلم بلغة المخاطب للمؤنثة مش المذكرة. يعني احنا البعض مننا يقراها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك ومن أجل ذلك أدمت لك الرحمة. النطق ده غير صحيح، لأن ربنا هنا بيكلم عذراء إسرائيل، بيكلم الشعب باعتباره هو العروس وهو العذراء اللي ما سمعتش كلام عريسها، فربنا دخلها في مرحلة السبي ومرحلة التأديب. يبقى النطق الصح للآية رقم 3 في الإصحاح 31 من سفر أرمية بتقول إيه؟ تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين. وبيكمل بعد كده الآية 5. فهنا هنلاقي نلاحظ ان الكلمات تحتها كسرة لانه بيكلم عذراء إسرائيل، مش بيكلم شخص بلغة المذكر وبيكلم بلغة المؤنث. محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. كلمة وكانت ملعبكاني، لكن لما نطقتها صح فهمتها وبقتش ملعبكاني. على الراديو، راديو دوجما 3.10.